اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات برنامجكم كلام بروكرز. النهارده معايا ضيفه عزيزه جدا على قلبي، امينه اعرفها من فتره طويله واشتغلنا مع بعض كتير. ازيك امينه؟ الحمد لله تمام. ممكن تعرفي نفسك للمشاهدين؟ اوكي، انا اسمي امينه من تونس. جيت لدبي اول مره سنه 2018 ونشتغل في العقارات في دبي، ومن احلى المجالات اللي اشتغلت فيها، ونحب دبي برشا برشا. دبي نورت بيكي يا امينه. زي ما انتم عارفين نظام برنامجنا، احنا بنختار اكتر الاسئله اللي جات لنا، حوالي 10 او 12 سؤال، كل واحد هيختار للتاني سؤال هو وحظه. خليكم معانا ما تروحوش، راجعين بسرعه. دلوقتي اول سؤال ليكي يا امينه بيقول: ازاي اقدر اطمن ان المشروع ده مش نصابين، وان فلوسي مضمونه، واني اكيد هستلم في المواعيد المحدده؟ ايه اللي يضمني؟ اوكي، خليني نقول لك انه احنا دائما نسمعوا انه دبي من اكثر البلدان امانا، بس هذا ما جيش بس هيك يعني كلام، عن جد دبي اتطبقوا فعلا. ففي العقارات مثلا عاملين نظام الاسكرو اكاونت اللي هو حساب الضمان. كل مشروع لازم يكون عنده حساب ضمان مسجل، ودبي لاند ديبارتمنت هي اللي they manage، يعني يديروه. اوكي، فمثلا انت راح تشتري يونت في مشروع معين، كل درهم راح تدفعه ما راح يروح للحساب البنكي تبع المطور ولا مالك الديفلوبر، راح يروح لحساب ضمان تديره دائرة الأراضي والأملاك تبع دبي. اوكي، فامتى المطور راح ياخذ فلوسه؟ هذا الكل حسب خطة الانجاز تبعه. فمثلا هو وصل 20% انجاز، دائرة الأراضي والأملاك تبع تيم فريق انسبكشن يقيم هل فعلا انت وصلت ل 20% او لا. وصلت والامور تمام، ما يعطيوش كمان كل الفلوس، تصرف له بس، تصرف له جزء حتى يكمل 20% من قيمة exactly حتى يكمل. وهيك اوكي. وامتى ياخذوا فلوسهم الكل كمان؟ مو بس لما يصير الهاند اوفر، بعد سنه كامله من تسليم المشروع والناس ساكنه فيه وكل، عشان يتاكدوا من الكواليتي وانه الامور كلها حلو. تمام. وهيك وقتها الفلوس الكل تمشي يعني باختصار فلوس اي مستثمر ما بتروحش في جيب المطور، لا بتبقى تحت ايد تصرف دائرة الأراضي والأملاك لحد ما المشروع بيتسلم. صح؟ اوكي، ما هو أفضل استثمار في دبي؟ هل افتح مشروع ولا بزنس؟ اوكي، ولا اشتري عقار، ولا ممكن اشتري اسهم في بورصة مثل الترند اللي ماشي حاليا؟ جميل جدا السؤال دوت، بس الإجابة دايما هتبقى على حسب. أوكي. على حسب انت من اي نوع من المستثمرين. انت من المستثمر اللي بيحب طريقة الباسيف انكم، ان هو يكون مش شايل هم ادارة ولا شايل هم متابعة للبيزنس. مش هينفعك انك تفتح مشروع ولا تفتح بيزنس ولا تحط فلوسك. هل انت من نوع المستثمر اللي بيحب المخاطرة، انه يحط فلوسه؟ البورصة فيها ارباح وارباح كبيرة، بس فيها كمان مخاطرة ومخاطرة عالية. ممكن في يوم وليلة ما تلاقيش كل الاستثمارات بتاعتك في البورصة، انما العقار على الاقل هتلاقي العقار نفسه موجود لسه متاح، محدش هيقدر يسرقه منك، محدش هيقدر. قيمته لا يمكن قيمته الفعليه تبقى صفر في يوم من الايام، مش زي البورصه. والمشاريع زي ما انت عارفه لازم تتابعي عمال وموظفين وحاجات كتير اداريه وانشطه اداريه وحاجات وتامين على موظفين، ومتابعه لكل اداره كامله. يعني المشروع بادارته، مش بكام ولا مين اللي فيه. الاداره هي اهم حاجه. لو انت عندك وقت انك تدير مشروع، انا هقول لك روح افتح، فكر على فكره مشروع كويسه، افتح البيزنس بتاعك، وده هيطلع لك فلوس وارباح اكتر من العقار. انما لو عاوز ريسك اقل، ارباح معقوله من 8 ل 12%، باسيف انكم، انت ما بتتدخلش في اي شيء، يبقى ما عندكش غير الاستثمار العقاري. وانا من ناحيتي لو عاوزه نصيحتي، انا بفضل الاستثمار العقاري، لان اكتر استثمار عمل اثرياء العالم عملوا ثرواتهم من العقارات. اكبر الاسماء في العالم عملوا ارباحهم وعملوا استثماراتهم وعملوا ثرواتهم من الاستثمار العقاري. مش دايما الحاجات اللي فيها ارباح كتيره بتبقى المخاطره بتاعتها قليله، لا، ارباح كبيره يعني مخاطره كبيره، ارباح قليله يعني مخاطره قليله. انا افضل الاستثمار العقاري رقم واحد. السؤال الثاني بتاعك يا امينه بيقول: كيف يمكن الحصول على الاقامه في الامارات من خلال الاستثمار العقاري؟ اوكي، في نوعين من الإقامة، في 3 سنوات وفي 10 سنوات. 3 سنوات المطلوب انه انت تكون متملك عقار قيمته اقل شيء 750 ألف درهم، وتكون مدفوع بالكامل وعندك عقد التملك.
اوكي تمام. ال10 سنوات لازم يكون عندك عقار او مجموع عقارات قيمتهم 2 مليون درهم مدفوعين بالكامل، وكمان عندك عقد التملك، وهيك يكون عندك ال10 سنوات. طيب هل ممكن بالإقامة دي أولادي ومراتي تاخد الإقامة كمان؟ اوكي، يكفي انه انت تكون عندك الفيزا هذه الاقامه وانت قادر يسبونسر، يعني تجيب زوجتك اولادك، حتى لو عندك درايفر او شخص يشتغل معك فيك كمان تكون الاقامه من خلاله. جميل جدا. اوكي، عندنا السؤال هذا: ما هي توقعاتك في سنه 2024 للسوق العقاري في دبي في ال5 سنين الجايين؟ سؤال جميل جدا. اللي بيتابع صفحتي من اكتر من سنتين، من اكتر من 3 سنين، انا بدات انزل فيديوهات على اليوتيوب، وكانت كل توقعاتي ان احنا ما بننجمش ولا بنضرب الودع ولا بنقول حاجات من الخيال. كل اللي احنا بنقوله يا جماعه حقائق وفاكتس معتمده على ارقام قديمه، دراسات وارقام سنين فاتت، والمعلومات اللي عندنا بتاكد ان السوق العقاري في دبي 2024 هيفضل في صعود. اولا الجماعه المستثمرين الكبار لسه بيجوا دبي ولسه بيعملوا ريلوكيشن في دبي. الناس الانفلونسرز والسليبرتيز والمشاهير لسه بيجوا دبي. استثمارات كتيره قوي بتنضخ في دبي. الخطه التنمويه لدبي ماشيه على قدم وساق زي ما الخطه محطوطه. خطه تطوير دبي ساوث ماشيه برضو بكفاءه عاليه. التعداد السكاني والخطه السكانيه لدبي ماشية برضو بنفس الوتيرة وبنفس النجاح. فإذن المعدل المتوقع لدبي في 2024 صعود. المتوقع لل5 سنين الجايين، عدد السكان الحالي المتوقع لل5 سنين الجايين تقريبا هيزيد 1,500,000 نسمة. 1,500,000 نسمة، لو قلنا ان 1,500,000 نسمة دول محتاجين سكن، هنقول ان كل 2 كابلز محتاجين شقة واحدة بس، يعني محتاجين مينيمم 750,000 وحدة سكنية جديدة. دبي ما فيهاش 750,000 وحدة دلوقتي، دبي ما بتطورش 750,000 وحدة. اعتقد ان حاليا المتاح حاليا 48,000 وحدة تحت الانشاء، وحوالي 40,000 وحدة كمان هيتم طرحها في 2024، يعني كله على بعضه حوالي 100,000 وحدة سكنية. فهيفضل الطلب أكتر كتير من السبلاي. فبرضه في خلال ال5 سنين الجايين أسعار العقار في الطالع. الثبات ما توقعش انه هيبقى خلال سنة ولا 2 ولا 3. احنا محتاجين مينيمم 10 سنين عشان نوصل لمرحلة الثبات. وعشان تتأكدوا، احنا قلنا قبل كده قبل الكورونا وأي في 2018 و2019 كنا بنشجع الناس، لو تراجعوا على فيديوهاتنا على اليوتيوب، انزلوا راجعوا فيديوهاتنا القديمة، كنا بنقول للناس ان السوق طالع والسوق لازم يطلع، والسوق مش هيفضل في النقطة دي، لازم هيطلع، وطلع. والناس شافت اللي حصل بعد الكورونا وفين الأسعار راحت. ثالث سؤال ليكي يا أمينة بيقول: ما هي الخطوات والأوراق المطلوبة عشان أقدر أتملك عقار في دبي؟ وهل لازم أكون داخل الدولة ولا ممكن وأنا خارج الدولة؟ أوكي، أنا حبيت السؤال هذا لسبب. في مرة أنا كان عندي ديل تكنسل من كمية سهولة تملك عقار في دبي. والله عميل انترناشنال جاي لدبي. أوكي، اخترنا المشروع، شفنا كل شيء تمام. أوكي يلا رح نبدأ في الأوراق وكل. فقلنا له إنه بس طالبين منك المبلغ، باسبورك، إيميل ورقم هاتف. المبلغ اللي هو بس دفعة الحجز، الدفعة مش الداون بيمنت كمان، لا صح؟ دفعة يعني بس البوكينج. أوكي، وانه راح كل شيء يتعمل هون في مقر الديفلوبر. فهون هو للاسف انصدم، تراجع، قال لك وخاف، قال مستحيل يكون الموضوع بالسهوله هذه. وانا لا، خلاص انا بطلت. ما يعرفش ان احنا بنبيع اونلاين. لا، انا مره عملت ديل وانا في البيت. تخيل يعني سوق دبي من اسهل البلدان اللي ممكن تشتري فيه. يعني ازف تشتري في شوكليت ولا ايس كريم عن جد، لان يعني كل حاجه سكيورد. اكيد. انت تعرفي ان دائره الاراضي والاملاك كل حاجه فيها بيبرلس. بتاخدي عقد الملكيه بباركود. صح. الباركود ده هو عليه كل البيانات بتاعت العقار بتاعك. فالناس لازم تعرف انه اشتراء عقار في دبي عن جد كثير سهل، والبروسس كثير قصير، ويتم كل شيء في شويه وقت يعني. طيب لازم يبقى موجود في دبي ولا ممكن؟ مش ضروره، ينجم يكون في مكان اخر. صح. وكل شيء يتم، والاس بي اي ولا عقد التملك لتسي ولا الاوراق تنبعث له اونلاين. صح. ويوقع وتكون تم الامر يعني. صح. ما هي الاعتبارات او النقاط اللي لازم اخذ بالي منها وانا اشتري عقار في دبي؟ تقريبا السؤال ده هو الفيرست كويستشن لاي كلاينت عندي، او اللي انا بحب اناقشه مع اي كلاينت عندي. بصي، اول حاجه
قبل ما بنشتري لازم بنحدد اللوكيشن. فين اللوكيشن اللي احنا عاوزين نسكن فيه؟ لان بناء على اللوكيشن احنا بنكون عندنا اعتبارات كتيره جدا. فين مكان الشغل بتاعي، فين مكان شغل الزوجه، فين مدارس الاولاد، فين الاماكن اللي احنا نرتاد عليها اذا كان النوادي او المدارس. او دي اول حاجه لازم نحددها اللوكيشن. بعد كده البادجت. احنا عايزين نشتري عقار، في عقار ب1,000,000 درهم، وفي نفس العقار نفس المساحه ب10 مليون درهم، بس ده ستايل وكاتيجوري وكلاس غير ده خالص. فانا لازم احدد البادجت بتاعتي واعرف انا بدور في بادجت قد ايه. خطه الدفع لازم نكون عارفينها. انا هدفع ازاي؟ انا هدفع كاش، ولا انا عاوز اخد تقسيط من المطور، ولا انا هروح للبنك يمول العقار بتاعي؟ فتالت نقطه خطه الدفع. السؤال بقى الرابع ده او النقطه الرابعه دي مهمه. انا عاوز استلم امتى؟ انا عاوز استلم العقار بتاعي امتى؟ هل اقدر انتظر سنه او 2 أو 3 واروح اشتري من البرايمري ماركت او من الديفلوبر، او انا لازم اسكن دلوقتي في الفتره الحاليه في خلال شهر شهرين اكون عملت ريلوكيشن؟ فلازم عشان اعرف فين اروح اشتري من المطور ولا اروح اشتري من السكندري ماركت من اعاده البيع. خامس حاجه لازم اخد بالي منها جدا قبل ما اشتري العقار، اختار البروكر الشاطر، اختار المستشار اللي هينصحني. ونتصور هذه لازم تكون اول نقطه. هي اخر نقطه بس اهم نقطه. تخيلي يعني انا بقول على فكره، انا لاي كلاينت عندي بقول له ما عنديش مشكله انك تسمع ل 30 مستشار او تكلم 20 بروكر او تكون شغال، بس اختار اكتر واحد امين، اكتر واحد شاطر فيهم عشان يساعدك وانت بتشتري العقار ده. فتقريبا دي اكتر 5 نقط انت لازم تاخد بالك منها كعميل وانت بتشتري العقار بتاعك. طيب امينه، نروح للسؤال اللي بعده. ازاي اقدر اعظم من استثماراتي واعمل ارباح اكتر في العقارات بطرق تكون مبتكره شويه مش تقليديه؟ اوكي، هو للاسف معظم الناس يشتروا يونت يعني، بس يصير الهاندوفر يأجروها مثل ما هي وخلاص ويجيهم عائد استثماري كويس. اوكي، بس في ناس اللي حابه اكثر فتكون مور كرييتيف وتحط شويه مجهود اكثر، يعني شوي مجهود ويجيب لك عائد اكبر برشا. اللي هو بسيط، يعني انت تستلم الوحده تبعك، عوض انك بس تحطها يلا للايجار هيك، ليه تفرشها، تعملها هكا ديكور شويه كرييتيف. وعلى فكره الفرش هنا مش غالي ابدا، دبي عن جد رخيص جدا انك تشتري فرنتشر وهيك. اوكي، تدخل لها الغاز، الديوه اللي هو الماء والالكتريسيتي وكل. اوكي، وبعدين تأجرها، وانا من رايي تأجرها سنوي بس 12 شيك. الدفع شهري. الدفع شهري. لانه الناس اللي تحب تخفف على روحها مصاريف الماء والضوء في البدايه راضين انهم يدفعوا اغلى شويه للشهر، لان انت بتشيل من عليهم تكلفه الفرش وانك تعمل ديوه كونكشن وانك تعمل جاز كونكشن والتامين. والخطه هذه في اي مكان، بس لو الوحده تبعك في مكان سياحي اوكي ليها خطه ثانيه. نمشيو اكثر لنظام بيوت العطلات. حلو. وهيك العائد اكثر واكثر واكثر. يعني انت شايفه يا امينه ان احنا ممكن سهل جدا نعمل 12 و15% ROI او ارباح عوائد على الاستثمار بتاعتنا 100%. يتطلب منك شوي مجهود في الاول وبعدين انت عارفه انا عندي عقارات بتاعتي انا بعمل منها 15%. اكزاكتلي. وانا كثير من العملاء تبعي كمان بيعملوا هيك عائد استثماري ومبسوطين. ايه رايك اشتري عقار في بنايه لوحدها في اي منطقه بسعر كويس ورخيص، ولا اشتري عقار في مجمع سكني مثل دماك هيلز او دبي هيلز مثلا؟ السؤال ده حلو جدا. دي بتعتمد عليك انت. بتحب المناطق اللي بيكون فيها امينيتيز وفاسيليتيز زي ملاعب جولف، ملاعب كريكت، ارتفيشال بيتش، شواطئ اصطناعيه، بتحب تخرج مع الولاد، بتحب ولا مش هيهمك مش هيهمك كل الحاجات دي، وانت بس عاوز مكان انك تسكن فيه، انت جاي في ميشن، عارف انت جاي سكن هتعيش هنا وبس، ومش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. لان السكن في بنايه، انت لو عندك جيم او عندك سويمنج بول يبقى كتر خيره يعني اللي عمل البنايه. لو هي مساله بادجت، انا دايما بقول المتحكم الرئيسي في اي قرار هو البادجت. صح. تاني حاجه راحتي انا، هل انا هكون مرتاح فين؟ راحتي النفسيه، راحتي المنتل بتاعي، هل هرتاح في الكوميونتي
لازم كوميونتي، لازم اعيش في كوميونتي، محتاج اماكن خضراء اخرج فيها، محتاج مكان يكون سيف للولاد، الولاد ما يخرجوش بره الكوميونتي، كل حاجه تبقى جوه الكوميونتي. يعني هقول لك كمثال دماك هيلز جواها مدارس، مستشفيات، شاطئ. يعني هل الحاجات دي بالنسبه لي ضروريه ولا لا؟ لان دي ليها ثمن ودي ليها ثمن، فكل فاسيلتيز وامينز انا بضيفها للمشروع كله بفلوس. اكيد. السؤال الخامس بتاعك بيقول ازاي احصل على تمويل عقاري من البنك لشراء عقار؟ يا ريت لو توضح لنا النقط والستبس ازاي ناخد تمويل عقاري. اوكي، شوف نجم نختصر لك هذا الكل في 5 نقاط. أوكي. لازم 5 شروط تكون موجوده، دول اهمهم. أوكي. اول شيء لازم تكون تشتغل في دبي وعندك دخل شهري من شركه داخل دبي، ولازم يكون عمرك من 21 الماكسيموم 65 سنه. اوكي. ثالث شيء مدة تسديد العقار لا تتعدى 25 سنة. المينيموم كام سنة؟ المينيموم 5 سنوات. أوكي. تمام. حتى يكش الماكسيموم اللي هو 25 يعني سنة. احنا قلنا أول حاجة لازم تكون موظف في دبي. صح. تاني حاجة لازم تكون سنك من 21 ل 65. صح. مدة تسديد القرض من 5 سنين ل 25 سنة. صح؟ ايه كمان ناقص نقطتين؟ حاجة أخرى، لازم قيمة اللي راح تدفعه يعني تسدد القرض ما يتعداش 50% من دخلك. حلو. اوكي. يعني أنا لو مهمة يعني أنا لو دخلي الشهري 10,000 درهم، القسط بتاع العقار ما يتخطاش 5000 درهم. برافو. اكزاكتلي. اوكي. طب لو انا عندي كريدت كارد، اوكي، هيأثر؟ اكيد. يأثر. كل هذه الامور تنحسب قبل حتى انه يعطيوك موافقه على القرض. طيب لو انا، خلينا اديكي مثال، لو انا مرتبي 10,000 وبدفع قسط سياره 1000 درهم، كده يتفضلك 4 ولا ممكن اخد 5000؟ لا، يتفضلك 4. اوكي. حلو. كل شيء يكون محسوب، في كل شيء راح يتاخذ من البنك تبعك، من قرض سيارة، القرض خاص، whatever it is راح ينحسب. طيب والنقطة الخامسة؟ النقطة الخامسة اللي هي أهم نقطة، إنه لازم يكون عندك 20% من قيمة العقار هيك المقدم يعني تدفعها. اوكي. طيب امينه، انا ساعات بعرف ان في بنوك بتعمل عروض ان هي ممكن تعمل فاينانس للمورجج بس ب 15%، وفي بنوك كمان عملت 10% اعتقد. صح، في استثناءات. في بنوك تعطي اوفرز هيك. صحيح. طيب طبعا احنا بموضوع تمويل البنك دوت، احنا عندنا مستشارين مخصوصين يقدروا يساعدوك جدا في الموضوع دوت، وياخدوا بايدك من ستيب 1. رقم امينه موجود ورقمي موجود، واللي محتاج اي استفسار واي سؤال ما يتاخرش وما يترددش، يتصل بينا على طول. لو معك 1,000,000 درهم او 7 مليون درهم، ايه هو احسن مشروع ممكن نشتري فيه حاليا ويكون له مستقبل؟ طيب هو بغض النظر انا معايا كام، خلينا نقول نعدل السؤال ونقول ايه هو احسن مشروع هيعمل لي ارباح للمستقبل. مش كده؟ مش هسمي لك مشروع بعينه، بس هقول لك المشروع ده لو لقيتيه لازم تشتري فيه. اوكي. المشروع اللي يكون فيه خطة سداد طويلة من 3 ل 5 سنين، المشروع اللي يكون فيه بوست هاند اوفر بيمنت بلان، المشروع اللي يكون قريب من اي مكان شاطئ او برج خليفة او برج الخور، اي مكان سياحي، اي منطقه هوت بريميوم لوكيشن، وفي الفيتشرز دي انا بقول لك اشتري فيها وانت مغمض، ارباحك مضمونه فيها 100% وانا بضمنها لك. السؤال اللي بعده، برايك ما هي افضل فرصه استثماريه حاليا في سوق دبي العقاري؟ سؤال جميل. خليني افاجئك في حاجه، المعروض في السوق العقاري في دبي قليل جدا عن الطلب. اوكي. وانت اكيد عارفه، انت بروكر شاطره وانا اثق فيكي. في اي فيلا لو انت جالك، لما بيجي لك عميل عاوز فيلا، عاوز يشتري فيلا، مين المطور اللي عنده فيلا في الانفنتوري بتاعه؟ مفيش. بنحتار ازاي. صح. بنتعب ان احنا نلاقي يونت نقدمها للكلاينت بتاعنا. اقول لك احسن طلب، احسن فرصه استثماريه دلوقتي حاليا انا هقول لك مشروع فينيس عزيزي. دبي ساوث، الدوله مهتمه جدا بيها. اللي عاوز يعمل بلان لل5 سنين وال10 سنين اللي جايين، اعتقد ان دي من احسن الفرص المتاحه دلوقتي في الماركت انك تدخلها. سعر القدم رخيص جدا لسه.
المنطقة دي لما هتتسلم هتعمل بوم صح. غير مسبوق. تقريبا انت ممكن تعمل دبل لراس المال بتاعك. انت ممكن تعظم من استثماراتك مينيمم 100 او 200% تقريبا. وان شاء الله يعني نتوافق وتكون توقعاتنا صح يا رب. اخر سؤال معانا بيقول ما هو الافضل، شراء عقار جاهز ام شراء عقار تحت الانشاء؟ بتجاوبي على السؤال ده كم مرة في اليوم؟ اوف كثير والله. ونفس الاجابة على حسب. it depends يعني كل شخص عنده غاية معينة لشراء العقار. انت عارفه انا بلاقي البروكر الشاطر هو اللي بيقول كلمة على حسب كثير. انما اللي بيقول لك اللي بيحط من رأيه ده وبيفتي او يقول لك هو العقار الجاهز احلى. لا، مش دايما العقار الجاهز، ومش دايما العقار تحت الانشاء. صح كلام. لانه كل كلاينت عنده غايه غير الثاني في اشتراء العقار. صح. اوكي، فليتس سي مثلا الناس اللي بدها استثمار او بدها خطه دفع سهله وبدون انترست ريت، يعني بدون فائده، تكون دايركت مع ديفلوبر، ولا اللي حابب يعمل استثمار عند الاستلام ويكبر راس المال تبعه. اوكي، هذا اكيد مش يكون تحت الانشاء الحل الانسب اللي هو اوكي. في ناس اللي جايين لدبي وبدهم يسكنوا، ما بده يستأجر. أيوة. صح. أيوة. ولا بده يكبر الوالد تبعه، يعني المحفظة العقارية بتاعته. ولا حابب يستغل التمويل البنكي. اوكي، كل هذا يروح للجاهز. اوكي. وفي كمان اللي اوكي عنده فلوس يحب يستثمر، ما عنده صبر، حابب انه ياخذ ايجار من دي 1، الدخل يدخله من اول يوم، فاكيد هذا الجاهز. اوكي. فبناء على حسب الخطه بتاعتك تختار اذا كان تحت الانشاء او جاهز. واحنا كايجنتس يعني احنا دكتورز، فلازم يجي لك كلاينت ونسمعوه ونشوفوا اكزاكتلي شنو يحب وشنو اللي وات ايفر. أمينة، متشكرين جدا على وقتك ومعلوماتك، بصراحة كانت حلقة جميلة ومفيدة، ويا رب يكونوا السادة المشاهدين انبسطوا فيها. أرقامنا موجودة تحت، ما تترددش لو محتاج أي سؤال أو أي استفسار، إحنا تحت أمرك. متشكرين ونشوفكم في الحلقات اللي جاية. شكرا. باي باي.